انت متخيل انك ممكن تسافر كوريا ببلاش؟ كل التفاصيل هتبقى مجانية، حتى السكن، كل حاجة. انت فاكر انك لو جايب تقدير عالي وقدمت على منحة كوريا هتتقبل؟ غلط. ناس كتير اتصدمت لما عرفت انها اترفضت، رغم ان هم عاملين كل حاجة صح، بس في حاجات محدش بيقولها لك، وهي دي بقى اللي بتحدد مين بيتقبل ومين لا. في الفيديو ده بقى هقولك ازاي تضمن قبولك وازاي تتجنب الاخطاء اللي ممكن تخليك تترفض، فخليكم معايا. اللحظة اللي كل واحد فينا بيتمناها، بس للأسف تم رفض الطلب، وهنا بتسأل نفسك أنا عملت كل الشروط صح، أنا ليه اترفضت؟ من وأنا صغيرة بحلم أسافر كوريا وأدرس هناك، ودايما على طول بتخيل نفسي هناك. التقديم مش مجرد ورق عادي، كل تفصيلة بتفرق، لازم تحضر المستندات بتاعتك بدقة. لو كنتوا فاكرين ان التقديم سهل فانتوا غلطانين، ولكن لو ركزتوا في التفاصيل اللي انا هقولها لكم ممكن فرصتكم تزيد وتبقوا من الناس اللي مسافرة في منحة كورية مجانية 100%. منحة الحكومة الكورية GKS، المنحة دي بتغطي كل المصاريف، بمعنى هي منحة مجانية، مصاريف الدراسة، مصاريف التذاكر، حتى السكن، حتى مصاريفك الشهرية، كل ده هي بتغطيه. ولكن طبعا القبول فيها مش سهل، وده لان المنافسة فيها عالية، فلازم قبل ما تقدم تبقى عارف ازاي تضمن قبولك، وده اللي انا هقوله لك، وهقول لك تفاصيل مهمة تكون عارفها قبل ما تقدم على المنحة. اول حاجة، المنحة ليها شروط. الشرط الاول وهو الجنسية، لازم تكون من دولة مؤهلة للتقديم. تاني شرط وهو السن، اقل من 25 سنة لطلاب البكالوريوس، واقل من 40 سنة للماجستير والدكتوراه. اما الشرط الثالث وهو مجموعك الدراسي، يفضل ان هو يكون عالي، يعني اعلى من 80%، ده بيزيد فرصتك في القبول اكتر. تاني حاجة بقى معانا الاوراق المطلوبة. ايه هي الاوراق المطلوبة؟ اول حاجة استمارة التقديم الرسمية، والاستمارة دي هتلاقوها على الموقع الرسمي بتاع المنحة. تاني حاجة الشهادات الدراسية، وتكون مترجمة ومصدقة. تالت حاجة خطاب النية، وانا هبقى اقول لكم، هشرح لكم خطاب النية. وبعد كده خطاب التوصية، وخطاب التوصية ده بيكون يا اما من استاذ الجامعة، دكتور الجامعة، او من السفارة الكورية. ولو معاك بقى شهادات توبيك، ايلتس، شهادات تطوع، يفضل انت تحطها لان هي بتزيد من فرصتك يعني في القبول. زي برضو الشهادة دي مثلا، دي كلها شهادات، مجرد ما بتحطها بتزيد فرصتك في انك تتقبل في المنحة. ولو معاك بقى شهادات لغة اللي هي توبيك، ايلتس، كل ده بيزيد فرصتك في ان انت تتقبل. شهادات اللغة زي توبيك والايلتس هي بتزيد فرصتك، هي مش شرط اساسي ولكن بتزيد فرصتك جدا في وسط المنافسة العالية اللي الناس كلها بتقدم علشان يتقبلوا في المنحة. التقديم بقى بيكون من خلال طريقتين، الطريقة الأولى من خلال السفارة، الطريقة الثانية من خلال الجامعة المباشرة، يعني بتبعته للجامعة مباشرة كده اللي انتوا عايزين تقدموا فيها. طب ايه الاختلاف او ايه الفرق؟ من خلال السفارة ده بيديك فرص اكتر كذا جامعة يعني تقدم فيها، لكن لو من خلال الجامعة مباشرة فانت خلاص عارف الجامعة دي وبتقدم فيها هي بس، هو ده الاختلاف. تعالى اقول لك بقى ازاي تضمن قبولك. فاكر لما قلت لكم ان شهادات التطوع او شهادات اللغة بتزيد من فرصة قبولكم؟ ده حقيقي، لان هم بيبان لهم ان انت شخص مؤثر ونشيط مجتهد، فده بيزيد فرصتك في ان هم يقبلوك. شهادات التطوع يعني مثلا شهاده زي كي انفلونسر، ده كان تطوع. شهادات تانية انا بجتهد على نفسي مثلا عشان اعملها. كل الشهادات التطوعيه دي اللي انت بتقدمها لهم بتزيد من فرصتك ان انت تتقبل. برضو خطاب النيه بتاعك لو قوي، ده برضو هيزيد من فرصه قبولك للمنحه دي، وده اللي بيفرق ما بين كل واحد مقدم في المنحه. زي ما قلت لكم فرصه قبولكم بتزيد من خلال شهادات التطوع، شهادات اللغة، خطاب نية قوي. طب شهادات التطوع، شهادات اللغة زي لو انت معاك لغة كورية، معاك توبيك، معاك ايلتس، كل ده بيزيد فرصتك. بالنسبة بقى لشهادات التطوع، فانا هعمل لكم فيديو مخصوص ازاي نقدم في فعاليات ونتطوع وناخد شهادات من دي تزيد من فرصة قبول، فاستنوا الفيديو ده. بالنسبة لخطاب النية فلازم يكون واضح وصريح ومقنع، كفايه ان هم يقبلوك. في خطاب النيه ده اكتب عنك، عن مجال دراستك، اهتماماتك الشخصيه، ليه اخترت كوريا بالذات، وبلاش تقول انا بحب كوريا او عشان دراما، بلاش، لازم اسباب مقنعه. اخترت كوريا بالذات،
هل هم التعليم عندهم مناسب ليك انت، ليه التخصص ده بالذات، وليه الجامعه دي بالذات، وانت هتعمل ايه بالمنحه دي، وبعد ما تتخرج من المنحه دي ناوي تعمل اكيد مش هترجع بيها وخلاص من غير فايده. لازم خطاب النيه بتاعك يكون قوي كفايه ان هو يقنعهم. الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وتكون سبب رفضنا هقول لك عليها. اول حاجه ممكن تكون اخطاء في مستنداتك ناقصه، خطاب النيه بتاعك ضعيف، وده تحط تحتيه مليون خط. ما اديتلهمش سبب كفايه او اقنعتهم انه ليه كوريا بالتحديد، ليه عايز تدرس في كوريا بالتحديد. دول اخطاء لازم تكون مركز فيهم قبل ما تقدم، علشان دول ممكن يكونوا سبب رفضك. خطاب التوصيه بقى زي ما انا وضحت لكم، قلت لكم ان هو بيكون يا اما من استاذ جامعي يا اما من السفاره. طبعا الخطاب ده بيتكتب من الاستاذ الجامعي، يعني بيوصفك بقى ان انت طالب مميز عن باقي طلابه، يعني هيكون كاتب لك خطاب مقنع برضو يقنعهم ان الاستاذ الجامعي اللي بيكتب لك ده مقتنع بيك وبقدراتك. او طبعا بتجيب الخطاب بيكون مكتوب من السفاره الكوريه لو انت عندك علاقات هناك. وكده اكون انا قلت لكم على كل الشروط والتفاصيل المنحه. لو في حاجه انا ما قلتلهاش فممكن يكون في تجديد، لان ممكن كل سنه يكون في تغيير انا ما اعرفوش. لازم تتابعوا الموقع الرسمي بتاع المنحه، هحاول اجيب لكم الموقع واحط لكم في الديسكريبشن تحت علشان تتابعوا وتبقوا عارفين. طبعا زي ما قلت لكم انا كده خلصت كل تفاصيل المنحه، هحاول احط لكم اللينك في الديسكريبشن عشان تتابعوا بقى مواعيد التقديم والقبول وكل ده. انا بس هنا بعرفكم التفاصيل وكل حاجه. انتوا بقى عليكم بعد ما عرفتوا كل التفاصيل دي تجمعوا وتذاكروا وتجتهدوا علشان تقدروا تقدموا وتتابعوا اول باول على الموقع بتاع المنحه. يا رب اكون فدتكم واقول لكم على كل المعلومات اللي تخليكم تسافروا كوريا وتدرسوا هناك. وخلاص كده، يا